مفيش مرة وقفت كده وسألت نفسك هو إيه أعظم يوم ممكن تعيشه في السنة؟ مش يوم النجاح ولا يوم خطوبتك ولا حتى العيد، ده يوم لو استغلته صح ممكن يتكتب لك فيه حياة جديدة تماما. اليوم ده هو يوم عرفة. يوم عرفة مش يوم عادي، ده اليوم اللي ربنا بيباهي بيه أهل السماء. بيقول للملائكة شوفوا عبادي جايين من كل مكان، تعبوا ودموعهم على خدهم وجايين عشان يقولوا يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني أكتر يوم ربنا بيحرر فيه الناس من النار هو اليوم ده. فأنت متخيل كمية الرحمة والمغفرة اللي في اليوم؟ في ناس من اللحظة دي بتتبني ليهم بيوت في الجنة، وناس تانية بتتغفر ذنوب سنين، وناس بتبدل صحايفهم السودة صفحات بيضة ما فيهاش ولا ذنب. في يوم عرفة ربنا بينزل للسماء الدنيا قبل المغرب ويسأل ماذا أراد هؤلاء؟ يعني أنت عايز إيه؟ مغفرة ولا رزق ولا شفاء؟ عايز زوجة صالحة ولا قلب مرتاح؟ على العموم هو كل ده موجود، بس لو دعيت بيقين. الدعاء في يوم عرفة مش زي أي دعاء، ده سلاح تقيل قوي لو رفعته بقلب حاضر مستحيل يرجع فاضي. حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وعلشان كده مهما كنت بعيد فانت لازم ترجع، مهما كنت غرقان في الذنوب اغسل قلبك بدعوة صادقة. اليوم ده ممكن يكون بداية جديدة ليك. وافتكر كويس، يوم عرفة مش بس للي واقفين على جبل عرفة، هو لينا احنا كمان. الصيام فيه يكفر ذنوب سنة فاتت وسنة جاية، فانت لازم تصوم يا فهمان. صوم وادعي وافتح قلبك، اليوم ده كنز، ولو عدى من غير ما تستغله صدقني هتندم. اسمعني كويس، يوم عرفة مش وقت انك تتفرج، ده وقت انك تقوم وتتوضى وتبدأ تتكلم مع ربك بكلام بسيط جدا بس يكون من قلبك. يا رب اجعل يوم عرفة بداية جديدة لقلوبنا، يوم نفرح فيه بعفوك ونرجع ليك بصدق. ما تنساش تضغط على اللايك وتنشر الفيديو اللي بتحبه وليك الأجر والثواب. وما تنساش تشترك في قناة فهمان عشان لسه في كلام كتير محتاجين نسمعه سوا. يا رب، يا رب سامحني على كل ذنب اتكرر مني وكنت عارف انه غلط وبرضه عملته. يا رب ارزقني توبة صادقة ما بعدها ذنب، وهداية ما بعدها ضياع. يا رب بدل خوفي طمأنينة وضعفي قوة وضياعي طريق. يا رب خفف من قلبي اللي محدش حاسس بيه، وريحني من وجع معرفتش اشكيه لحد. يا رب شيل همي وداوي جرحي واملأ قلبي رضا بيك عن كل حاجة. يا رب افتح لي ابواب رزق من حيث لا احتسب. يا رب بارك لي في اهلي واغفر لوالداي. يا رب اجعلني من اللي تعتق رقابهم في يوم عرفة، واكتب لي بيت في الجنة. يا رب اكتب لي بداية جديدة، قلب جديد، صفحة بيضة مليانة رضا منك. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي.